ولقمة. رجل جاء من بعيد فملك قلوبهم. هو ليس منهم ولا حتى بأطولهم، هو فقط أفضلهم كرويا بشهادة عارفهم. هو ببساطة أحسن لاعب غير كرواتي حمل قميص دينامو زغرب. قميص برقم مدينة مسقط رأسه وشارة بألوان عالم بلده. ابن شلف والجزائر في زغرب أصبح ملكا، تملك القلوب والعقول، خصته حناجر الآلاف بالهزيج والمديح، واستخلصته إدارة النادي لأنصارها رغم تهاطل العروض. هلال سوداني هداف دينامو زغرب والمنتخب الجزائري. سيغادر النادي الموسم المقبل لأن عقده سينتهي الصيف القادم، وآمل أن يلعب في نادي كبير جدا أكبر من دينامو. أكثر من 50 هدفا و40 تمريرة حاسمة منذ التحاقه بدينامو قبل 3 أعوام. أهداف بالجملة في مجملها حاسمة، كهدفه الذي أهل به دينامو زغرب للمشاركة في دور الأبطال هذا الموسم. لا الحمد لله كنت نشوف كاع المسيره تاعي وين نلعب في شلوف في البرتغال فيتوريا غيماراش ولا حد الحمد لله كل عندي ثمن احصائيات مليحه. راك تعرف انا المركز تاعي مهاجم ولا نلعب كاع في المناصب تاع الهجوميه، تسمى لازم عليا وين ماركي وين نعطي تمريرات حاسمه. للوقوف على مدى شعبية سوداني حضرنا مباراة ناديه دينامو زغرب ضد لوكوموتيفا زغرب هنا ابن مدينة شلف على كل لسان. هداف المنتخب الجزائري في تصفية كأس إفريقيا ب7 أهداف، يتطلع لمزيد من التألق مع الخضر. الحمد لله بيان راضي على المسيرة تاعي وين عندي 20 هدف في 40 مقابلة رسمية. الحمد لله نظن باللي إيجابية إن شاء الله. مازال خاصة الفريق الوطني شايف كيف تسمى لازم تعطي كاع واش عندك، سيرتو الببليك تاع الجزائر يستنى منك البلوس. الحمد لله احنا رانا واجدين ان شاء الله باش نعطوا البلوس ونفرحوا الببليك تاعنا ان شاء الله. هو مهاجم قصير القامة لكنه يتمتع بقدرة ارتقاء عالية والتوغل السريع والتميز في منطقة العمليات. هو هداف حقيقي وبإمكانه تطوير إمكاناته أكثر. في كرواتيا بلد ربطة العنق، هلال سوداني مرشح لأن يواصل ربط أعناق الحراس فيها. ولأشهر نسيم طلبي، بين سبورتس زغرب.